السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد خوتي في قناة عشاق المغرب. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصريحات المدرب وليد الركراكي على الماتش اللي كان اليوم بين المنتخب المغربي ومنتخب الكوديفوار، وعلى الاداء اللي ظهر به المنتخب المغربي. بالنسبه لي الاداء كان اليوم غير المتوقع، كان ضعيف شيئا ما. نتمنى انهم يتداركوا الاخطاء اللي داروا ويستعدوا اكثر للماتش القادم. المهم نخليكم مع الفيديو، لكن قبل ما تنسوش تضغطوا على زر اشتراك وزر اعجاب. بارك الله فيكم. يلا نشوفوا الفيديو. مرحبا بك زميلي عماد. اذا انتهت منذ قليل مباراه المنتخب الوطني المغربي امام منتخب ايفواري، تعادل ايجابي هدف لمثله. معي وليد الركراكي. وليد، هذه هي الطقوس، هذه الاجواء اللي غادي نعيشوا بها في كاس افريقيا، تعادل ايجابي هدف لمثله. ولكن اعتقد ان هناك عديد من الايجابيات وامور اشياء اخرى اللي غادي يتم تصحيحها فيعني مستقبلا، حتى انه المنتخب المغربي يظهر بوجه افضل ان شاء الله بكاس افريقيا. اول حاجه بغيت نقول برافو للدراري. الماتش اللي ماشي سهل مع الجمهور على برا، بحال كوما هاد لي ماتش في لافريك. لا بروميير ميتون ما عجبتنيش، ما داروش اللي كنتو باغي. بالحق غنتعلموا مزيان بهذا الماتش. جينا باش نتعلموا اليوم، ما كنسالوش التعادل الصراحه، ما درناش اللي كان خصنا نديرو باش نجيبوا التعادل. بالحق في الاخر هما هادو الفراقي كبارين، بوالو نقدروا نجيو. ولا كانوا شي فراقي اخرين من لافريك كانوا يديروا ديك التعادل، غنقولوا عارفين كيفاش يلعبوا في لافريك. غنتعلموا بزاف بهذا الماتش اليوم. جينا باش نتعلموا من هذا الماتش باش نكونوا موجودين في لي ماتش ديال لافريك. اللي تابع المباراه كيشوف ان ما كانش مباراه وديه، لانه كان هناك قراءات التكتيكيه، تابعنا تنافس كبير في وسط الميدان. المنتخب الايفواري اكيد باللاعبين بالنجوم، وكذلك في هذه الاجواء. فشنو هي الامور اللي كتبان لك وليد الركراكي اللي هي مهمه واللي غادي تساعدنا ان شاء الله بكاس افريقيا المقبله؟ لا، اللي مهم هي لي زوكازيون اللي عندهم حنا اللي حطينا لهم. درنا بزاف دو ديشي تكنيك سورتو بروميير ميتون. وفي هذا المستوى اما كاس افريقيا اما اي كره، ماتش ديال الكره، هاد لو ديشي تكنيك اللي كان عندنا في بروميير ميتون ما يقدرش يطرا، ما يقدرش نحطوا الكواري لادفيرسير يمشيو بلي كونتر اتاك ويكونوا عندهم هاد لي زوكازيون سهله. بالعكس هادشي اللي غيتعلموا لافريك. انا كنقولها وكنعاودها، اللي فيهم فهمات صعب لهم غنلعبوا الكره ديال البرازيل في لافريك، ما كايناش. خصك تكون وقاف، خصك تكون تري فور مونتالمون وفيزيكمون. وشفتي في دوزيام ميتون ملي كنا واقفين واخا خاسرين، استنينا الوقت ديالنا جا الوقت ديالنا باش نتعادلوا باش نمشيو نماركيو الثاني. هي هذه لافريك. على هادشي كنقول لك غنتعلموا، وهاد الدراري الصغارين حتى هما غيتعلموا. شحال ما لعبوش في لافريك، هاد الماتش غيكون مهم لينا. غنواجهوا منتخب ليبيريا، يمكن نشوفوا لاعبين اخرين امام منتخب ليبيريا. غنشوفوا شي لاعبين اخرين ان شاء الله. شكرا. هذا كان فيديو اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وكتبوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو على المستوى اللي ظهر به المنتخب اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.